سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتلقاكم هاد لا فيديو بالصحه والهنا. كما راكم تشوفوا اليوم رانا رايحين نديرو كيف لي بيلون بولي بلي شامبينيون. طريقه سهله، النتيجه تاعهم روعه، ويجوا طايبين زبده ويجوا طرايه. سورتو الناس اللي تحبين داك حاجه ايبيسي، ولا تقدروا ترافقوهم مع لي فخيت، تقدروا ترافقوهم مع الروز، تقدروا تاكلوهم هكذا الا كنتوا يعني غير قلال وعندكم كونتيتي مليحه تاع لي بيلون. المهم وصفه بزاف روعه تجيكم تذوب ذوبان. دوكا ندوزو لطريقه التحضير والمكونات. الخطوه الاولى اللي نبداو بها، ناخذ حبيبه تاع بصل. وشنو برك نتوما ديروا حبيبه صغيره، يعني على حسب الكميه. الا كانوا عندكم هذوك الفخاد بزاف راكم ديروا بصله كبيره، ولا عندكم الفخاد شويه ديروا بصله صغيره. بنفس الشيء للفلفل الاحمر. هنا كيما شفتوا درت بصله ودرت معاها سنينات تاع الثوم ودرت حبيبه فلفل حمراء. هي في هذه الوصفه من المستحسن تكون الفلفله حمراء. هنايا واش درت، نغطيوهم ونحطوهم في الفوق حتى وين يذبالوا. هنا كيما راكم تشوفوا عندي الفخاد تاع الدجاج التماك مغسولين ومنقيين، وشنو برك ما تنحيولهمش لاكو. عندي هذاك البصل والثوم والفلفل اللي كانوا في الفوق. عندي شويه صويا صوص اختياريه. عندي مغرفه طوماطيش تاع لي بواط، فلفل الكحل والملح، الملح على حساب الذوق. عندي الثوم المجفف، التوابل تاع الدجاج. وعندي هنايا مغرف صغيره تاع العسل. ونسحقوا تاني لي شامبينيون تاع لي بواط كنت قطرتهم وغسلتهم مليح، مع مغرف كبيره تاع الزبده. هنايا واش درت، هذيك الخليط تاع الفلفل والبصل حطيتهم في هذا الطاس تاع البا، وزدت عليهم كاع المكونات تاع يعني كاع لي زيبيس اللي كانوا عندي، وزدت عليهم مام صويا صوص، المغرف تاع العسل والمغرف تاع الطوماطيش. زدت هنايا زوج وريقات تاع الرند كنت ما حطيتهمش معكم في المكونات. وجيت رحيت كلش بالبغا، ميكسيوهم بيان، ما تخليوهمش يعني حاجه تبان. ولا موراها نحكم الفخاد تاعي وندخل عليهم كامل هذيك لا مارينا. تشوفوا كي كان البصل والفلفل سخونين قعدت الحاله سخونه. شوفوا هنايا تبقاو تحركوا وتخلطوا. هنا الا كان عندكم الوقت خليوهم يتماريناو دو بريفيرونس، ولا ما كانش عندكم الوقت ودرتوهم لا ديرنيير مينوت، ولا راكم رايحين طيبوهم قباله. كيما تقدروا تستعملوا غير لي بيلون، كيما تقدروا تستعملوا اي نوع حبيتوه تاع الدجاج. هنا خديت مقله هكا، ولا المهم حاجه اللي ترفد لكم كاع هاد الكميه. خذوا طاجين المهم، وتجيو تستفوا تذوبوا فيه هذيك المغرفه تاع الزبده، ومن بعد تحطوا هذوك الفخاد تاع الدجاج لي بيلون هذوك حطوهم بطريقه اللي يكونوا تقدروا تقلبوهم الاز، على خاطر راكم رايحين تبقاو تقلبوا فيهم على كاع الجوايه باش ياخذوا لكم هذيك التحميره. ويا اخي شغل ندبلوهم دوكا قبل في هذيك الزبده. انا هنا استفتهم دوك نرجعهم للمقله ونبقى نقلب فيهم ونخليهم يتقلاو مليح مليح كيما راكم تشوفوا غير هكذا، ونخليهم يتقلاو ونبقى نقلب. موراها هنايا واش جيت ندير، حتى شغل هذاك خداو لي اللون الذهبي هذاك ابان. وهنايا جيت باش غير ياخذوا لكم هذاك اللون تزيدوا عليهم هادو لي شامبينيون بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، ونعاودوا نرجعوهم للمقله هذه، نعاودوا نرفدوها، نعاودوا نحطوها فوق النار، ونزيدوا نخليو هذاك الشامبينيون يتقلى معاهم، يزيد يتقلب النار. شوفوا نتوما كي تكونوا تخدموا فوق النار الطريقه راهي تجيكم سهله، ما تقعدوش تنحوا وترجعوا. ترفدوا هذايا وتعاودوا تحطوه يتقلى تري بيان مع هذوك التوابل. هنايا لا ماريناد اللي قعدت لي انا واش ندير لها، رايحه نخففها برك، ما رانيش رايحه يعني نمرق بيها، ولا رايحه نخففها. دوك هذه نخففها باش نعاود نحطها مع هذوك لي بيلون، ونخليهم يزيدوا يطيبوا يتقلاو لي مليح باش تنضح هذيك القلوصيه تاع الطوماطيش ما تجينيش طارس. نعاود قلت لكم نخففوها ونحطوها مع هذوك لي بيلون، ومن بعد نخليوهم يزيدوا يتقلاو ويطيبوا ويتكتكوا لكم بيان باش من بعد نمرقوا لهم شويه. وفي نفس الوقت هذه التقليه كاع ماهيش تروح هكاك، هذا الدجاج تاعنا راهو يبدا يطيب تدريجيا. كيما على بالكم الدجاج يطيب بالخف يعني غابيدمون. مام الفخاد هادوما شغل يطيبوا بارابور لي بارتي الاخرين تاع الدجاجه.
على هذيك دوكا هنا كي دخلت هذيك لا ماريناد اللي كنت خففتها شويه، نعاود هكا نحرك هذاك الدجاج باش تدخل مليح، ونعاود نحطها تتقلى. كي تتقلى لي مليح باش نمرق عليها. فوالا هنا راني رايحه نمرق عليها معكم. شوفوا كميه تاع الماء، نتوما دخلوا الموس في الدجاج وتشوفوا الا كان الدجاج تاعكم يعني راهو تزيدوا الماء على حساب الدجاج تاعكم كيفاش طاب. الا كان دخلوا مليح الطياب كانوا صغار الفخاد تاعكم ودخلهم مليح الطياب، راكم رايحين تزيدوا غير شويه تاع الماء. ولا كانوا كبار ويبقاو راكم رايحين تكثروا الماء. وشنو برك ما تبقاوش تكثروا الماء بزاف، كما نقولوا طيبوا على الشمعه ومرقوا بالدمعه. وهنايا بعد ما يطيبوا نزيدوا لهم الرشه تاع المعدنوس من الفوق، ونديروا لهم كتزيين شريحه تاع القارص من الفوق. وهنايا ما بقى لي غير نقول لكم بون ابيتي، باي باي، على بروشين ان شاء الله.